السلام عليكم. أبطال دفعة ثانوية عامة 2024، الدفعة الأقرب لقلبي. خلاص يعني نهاية السباق ومسك الختام بإذن الله. أنا مقدر كل اللي حاسين بيه حاليا بعد الامتحانات الصعبة اللي انتوا شفتوها، من قلق على النتيجة، على التنسيق، الكليات. بس عايز اقول لكم ما تقلقوش خالص، انا هساعدكم في كل الحاجات دي. هنطلع لايف على انستجرام نتكلم مع بعض، اسالوني في كل اللي انتوا عايزينه من مقارنات ما بين الكليات، قولوا لي اللي انتوا حاسينه عادي واحنا مع بعض، وان شاء الله نوصل للقرار الصح باذن الله. المهم انا مش عايز اطول في الفيديو عشان تستمتعوا بالاجازه. انا عايزكم تكونوا فخورين بنفسكم دلوقتي. اول حاجه عشان انتوا خلصتوا خلاص، يعني فاضل امتحان ديناميكا لعلم الرياضه، انا عارف باذن الله ربنا يكرمهم ويطلعوا مجبورين الخطر. انا عايز اقول شويه كلام من قلبي بجد. حاسس ان احنا بدأنا الرحلة سوا امبارح مع بعض، ودلوقتي انا بعمل فيديو احتفل بيه معاكم. ايوه احتفل طبعا بنجاحكم، لانكم من قبل ظهور النتيجة فانتوا خلاص ناجحين. لانك طالما وصلت لهنا من غير ما تقع، انت شخص ما اجلتش مثلا، انت شخص واجهتك مشاكل ولكن كملت، فانت بطل وتستحق كل التقدير. النهارده انت كده عملت كل اللي عليك، ويعني نسأل ربنا سبحانه وتعالى من كرمه. يعني انا بس عايز نكون مقتنعين بحاجه، ان قيمتك مش بتتحدد بشويه دوائر، بتتحدد في البابل شيت. مثلا البابل شيت مش بيظهر فيه السهر والتعب، وكل مره كنت تعبان وقررت ما تستسلمش وتكمل. فلازم تكون عارف قيمه نفسك، وانك طالما تعبت ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ويختار لك الطريق الصح. دي اول حاجه. باذن الله هنشوف كرم ربنا سبحانه وتعالى في النتيجه، ما تقلقش خالص. وباذن الله تفرحوا اهلكم وتكسروا عين اي حد استخف بيكم في يوم من الايام. انا بس ارجو ان الفيديوهات اللي انا عملتها دي ما تكونش فتره ما بيننا ما بين الثانويه العامه. خلاص ده شخص كنت بستفيد منه ولو حاجه قليله في الثانويه العامه، لا انا عايز نبقى اصحاب على طول فعلا. فعشان كده هسيب لكم لينك الانستجرام تحت، تضيفوني عليه يا جماعه. انتوا وعدتوني على فكره هتضيفوني على الانستجرام لما نخلص، فبجد الناس اللي هتضيفنا على الانستجرام دول يعني في قلبي. الفتره الجايه برضو هعمل فيديوز عن نصايح بقى للجامعه وكده، فهتفيدكم باذن الله. بالاضافه ان هنزل لدفعه ثانويه عامه 2025. ولكن طب كنتوا الاصل، اعرفوا اللي انتوا الاصل يعني. طيب في حد هيقول لي يعني نكون فخورين بنفسنا ليه؟ طب ما انا ما حلتش كويس او كده. في بعض الامتحانات كانت متوسطه والباقي صعب، يعني ما كانش في امتحانات سهله بصراحه. يعني الناس اللي بتقول الامتحانات كانت سهله وكانت ميه والشغل ده، ربنا يوفقك. يعني هقول لك ايه؟ طيب عموما طبيعي ان يجي حاجات صعبه عشان انت حد شاطر وتعبت. لازم يفرق بينك وبين الناس اللي بتغش مثلا. انتوا مريتوا بضغط نفسي، انا عارف الفتره دي، واكيد بان لكم حقيقه بعض الصحاب، وعرفت مين الناس اللي تستحق انك تكون معاهم فعلا، ومين الناس اللي للاسف مش بيتمنوا لك الخير. اظن سنه ثالثه ثانوي دي انت عرفت فعلا مين الشخص اللي يستحق يكون معاك، صح؟ اكتشف في السنه دي انهم مش بيتمنوا لك الخير لانهم ناقصين وانت اصلك طيب. نصيحتي المهمه جدا انكم خلاص بقى تستمتعوا وتفصلوا وتروقوا على نفسكم. بلاش تقلق من النتيجه من دلوقتي، استمتع، عيش حياتك. انت خلاص كفايه توتر وقلق يا جماعه. ابقوا قلقوا قبل النتيجه بيوم مثلا. الموضوع موتر يعني، انا عارف النقطه دي، ولكن نحاول نهون على نفسنا وما نقلقش من دلوقتي. انا بحبكم في الله بجد. ما تنسوش تضيفوني على الانستجرام اللي هو ده اسم اليوزر بتاعي. لو كتبت في سيرش الانستجرام الاسم ده هيطلع لك الاكونت بتاعي، وهحط لك برده اللينك في الوصف عشان اللي مش هيعرف يعمل كده، عشان نبقى اصحاب لاخر العمر باذن الله، وما تبقاش فتره بس. يعني دي حاجه هتسعدني جدا بصراحه، وشرف ليا اللي انا كنا مع بعض السنه دي. يا رب تبقوا احسن مني مليون مره. كان معاكم دكتور عمرو البركي، سنه رابعه طب بشري عين شمس. السلام عليكم.